وصفة اليوم دولمة بالشبنت محبوبة الجماهير. راح نحتاج تمن عنبر مغسول ومنقوع، طماطة وبصل مثرومة ناعم، كرفس ومعدنوس ونعناع وشبنت، ولحم مثروم خشن، وياه نخليه ليه. بهارات للدولمة خاشوقة وحدة، كركم خاشوقة وحدة، ملح وليمون دوزي حسب الرغبة، اللي يحبها حامضة يكثر ليمون دوزي. نرتب الجدر، نخلي أسفل الجدر العضود مال السلق، بعدين نبدي نحشي البصل بدون ما نسلقه، نخليه بأسفل الجدر ورا ما نحشيه، حتى إذا انلجعت الدولمة ينلجع البصل كلش طيب يطلع. بعد ما كملنا المكونات، آخر شي نلفه هو ورق السلق. ورق السلق ينلف التمن يتخلى على الجهة الخشنة والجهة الناعمة من برا حتى منظرها يصير حلو. بعد ما نكمل لف كل المكونات وحشيها، شو نسوي؟ نخلي الجدر على نار عالية حتى الخضار يذب المي اللي بيه، ومن بعدها ننصي النار ونتركها على نار هادئة إلى أن تتهدر. هيك راح يكون منظرها بالنهاية لاجحة وطيبة، وكل حباية ويا أختها ما معجنة. تمن العنبر كلش ينطيها طعم مختلف ومميز. إذا جربتوها كتبولي بالتعليقات وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايكات.